متشكرة. ناس بتدفع عشان تتعلم وناس بتقبض وتتعلم مجانا. سيدي يا سيدي. تفوق. الله أكبر من عينيكم. هو إعلان رحلة أوروبا ما نزلش يا ولاد؟ إيه ده؟ أنت عايزة تروحي أوروبا كمان؟ سمي كبة. ومالك اتخضيتي كده ليه؟ مش وش ذلك ولا إيه؟ أتفسح، أشوف الدنيا في الأجازة. وأنا في الأجازة هتفسح وأشوف الدنيا، هسافر البلد. أنهي بلد؟ شطنوط. شطنوط بتاعت اتحاد الجامعة، روحي اسأليه. حسن هو إعلان عارف اللي هتقولوه لسه. وأنت معاكي فلوس للرحلة دي؟ طبعا كفاية الدروس اللي بتديها للعيال في الحتة. الله. هو نظام نقل ولا إيه؟ لا نقل ولا حاجة، ربنا يخلي منحة التفوق، بس انت كده شدي حيلك وخلي بالك من الدراسة، لحسن يبطلوا يصرفوها لك. اديني عمالة اشد، خايفة لا يتقطع. كلها. المحل نور. اقطع فخده ولا زين؟ تسلم ايديك يا معلم زينهم. ده انا بس كنت عايزه نص كيلو كندوز. بس كده؟ واحد بكيلو عشان ابوكي. حاكم انا عارف سنانه ما بقتش تستحمل. اسمعتي، مره اتنين عايشين مع بعض وعايش معاهم قطه، بعدين واحد فيهم اشترى كيلو لحمه ورجع البيت وقال لي اسمع لصاحبه، قال له اسمع الكيلو ده تسويه على بال ما اوصل مشوار وارجع. سوى التاني كيلو اللحمه، دخل في عينه مزاج وقام واكل كيلو اللحمه. رجع صاحبه قال له فين كيلو اللحمه؟ قال له اسكت مش القطه كلتها. قال له القطه كلتها؟ قال له اه. قال له طب هات القطه وهات الميزان. اوزن القطه. وزن القطه طلعت كيلو. قال له طب اسمع، ادي اللحمه، فين القطه؟ الفلوس اهي. الفلوس وصلت من زمان، ده احنا اللي مديونين لك يا هندسه. مديونين لي في ايه يا معلم؟ ايه بقى الدروس اللي بتديها العيال دي مش دين في رقبتي. ما تقولش كده يا معلم، هو انت مديني فرصه؟ ده انت دايما بتسدد لقدام. ده مهما سددت ولا اديت اروح فين جنب تعبك يا متعلمه نزاجه. سلام امانه. يوصل يا معلم. سلام. ربنا يوعدنا بالهندسه. اهلا يا باشمهندس. اهلا يا بابا. ازيك يا ماما؟ الله يسلمك يا فندم. يلا بسرعه احسن انا جوعت وما رضيتش اكل الا لما تيجي. ثواني. ما يلا يا بنتي. حاضر يا ماما. يا ما كان نفسك تتخرجي قبل ما اطلع على المعاش والاقيكي بقيتي الباشمهندس بتاعنا في الشغل. شوفي بقى فرحتي كانت هتبقى قد ايه لما بنتي تبقى رئيس مجلس الاداره وانا حته عامل لا طلع ولا نزل. لا طلع ولا نزل؟ هو انا اسوأ ايه من غيرك؟ بصراحه يا بابا انا تعبتك معايا. هي مصاريف الكليه دي شويه. يعني كنت اعمل لك ايه ما دام جايباني مجموع يدخلك الهندسه؟ احرجتيني يا بت. انا ما كانش حقي اسمع كلامك واكمل، انا كان لازم اشتغل بالثانويه العامه. بس بلاش كلام فاضي، انا عندي بنات ما يسمعوش كلام ابوهم. تعب ابوك يهون يوم ما يشوفك باشمهندس بحقيقي. ربنا يخليكوا ليا دايما. غزو التتار حاصل. على مهلوك يا اولاد، مش اما تقلعوا هدومكم. يا اخويا سيبهم تلاقيهم هفتانين من الصبح. خد يا حبيبي. خد رز. ايه اللي بتعملوه ده يا بنات؟ بالذمه ده وقته؟ يوه، امال وقته امتى؟ الحب ملوش وقت يا ست هاني، بيجي في اي لحظه وعلى مزاجه.
بلاش كلام فاضي وديني ما انتوا فالحين. طب بس حقك عليك. حكم انا عارفه بينك وبين الحب مصانع الحداد. وده برضو كلام فاضي. مفيش حد ضد العواطف. عارفه يا ليلى، انا مش عايزه اي حاجه تضيع لي وقتي. بذمتك منظري يبقى ايه قدام ابويا لو عارف اني سقطت؟ ايه يعني؟ هياكلك؟ لا مش هياكلني. انما احنا ناس على قدنا، وكتير قوي على واحد زي ابويا يدخل بنته كليه الهندسه. عشان كده لازم اخد الامور جد. خلاص خليك انت في الجد وسيبينا احنا في الحب. ها قولي لي يا هدى، انت هتقابليه امتى؟ بكره بعد الكليه. مش حلفتلكوا بديني ما انتوا فالحين؟ وبعدين اروح المدرسه ازاي دلوقتي من غير الكتاب؟ كل يوم كتاب، كراسه، قلم، مسطره. هجيب منين ابوكوا بس؟ خلاص بلاش اروح المدرسه. ايوه اتلك. صباح الخير يا ماما. صباح النور يا حبيبتي. تعالي يا كريم. تعالي يا كريم، خد دول اشتري الكتاب، بس ما تقولش ان انا اللي اديتك الفلوس. ها؟ حاضر. مستحيل. انت عايزه تقضي عليا؟ هو انا كانت اعصابي تستحمل؟ يا ستي بلاش العصبيه دي، مش اما نسمع بقيه الكلام. ها كملي كملي يا حبيبتي يا بنتي. يا بابا، ده انا الوحيده في الكليه اللي ادوني تذكره مجانيه عشان شطارتي. عفارم عليك. وانا برضو الوحيده اللي مش هتدفع ثمن اقامه في باريس. اتحاد الجامعه هو اللي هيدفع. عفارم عليكي تاني، طول عمرك طالعه على ابوكي. اهو ده اللي انت شاطر فيه، طالعه على ابوكي وطالعه على امك. لا، سلوى مش طالعه لامها في حاجه ابدا. صح، حتى منكفتها كمان واخداها من ابوها. قلتي ايه يا ماما؟ قلت ايه في ايه؟ تبان عليك اتجننتي. بقى معقول اسيبك تسافري وتركبي طياره وتطلع بيكي في السما كمان؟ خلاص خليك يا بنتي على ما يخترعوا طياره تمشي بيك على الارض. بتتريق كمان يا سي عبد الله؟ انتوا باين عليكم فايقين. انا سايباكم المكان وماشيه. هتروح يا بنتي، لازم هتروح. انا عارف انك متحصنه بالاخلاق الكويسه والعلم، غير شمك بس خايفه عليكي. مالك يا بابا؟ مفيش يا بنتي، بس هتوحشيني. روحي لها، حاولي معاها. ماما يا ست الحبايب، ابعدي عني. انا قلت لا يعني لا. بقى ده يصح ان بنت تسافر مع ناس غرب والبلد في اخر الدنيا؟ اولا دول مش ناس غرب، دول زمايلي في الجامعه ومعانا مشرفين كمان. ثانيا انا في الوقت المناسب ببقى اجدع من الجدعان. ثالثا بقى يا ماما، وده المهم قوي، انا لما اسافر هشوف مصانع وشركات وحاجات مهمه قوي لدراستي، وده بقى هيخليني انجح واتفوق واتعين في وظيفه مهمه جدا، والناس بقى تشاور عليكي وتقول ام سلوى اهي. قلت ايه بقى يا ست ام سلوى؟ يعني متشكره. العفو. بقول لك ايه، ما تيجي معانا نتفرج على الفاترين بدل لغات بلا بتاع. يا حبيبتي انا رايحه اخده باريس، عايزاني اروح وانا بتهته بالفرنساوي؟ ده انا لازم ابقى كمله لبلب. وايه بقى كمله لبلب دي كمان؟ يعني زي اللبلب بس بنطقها بالفرنسيه. سلام.
لك حبي وفؤادي صباح النور يا هدى، اتفضلي يا بنتي. ازيك يا عم؟ اهلا يا بنتي، اتفضلي. لا معلش، اصل انا مستعجله قوي، اصل كنت جاي اخد الفستان بتاعي اللي كانت سلوى استلفته مني. الفستان اللي راحت بيه فرح صفيه بنت خالتها، دقيقه واحده اجيبهولك. وانت ما سافرتيش معاها ليه يا بنتي؟ يا ريت يا عم، لو كنت باخد منحه تفوق كل شهر زي سلوى كنت حوشت 130 جنيه وسافرت معاها. يعني ايه؟ سلوى بنتي بتاخد ما هي كل شهر من الكليه؟ طبعا فلوس. بقى البنت بتقبض ما هي كل شهر ومدكين عليها وهي شايفانا في الوقفه دي. يا خيبتك يا ابو سلوى، يا خيبتك. الفستان يا طنط. ويا خيبتك انت كمان، الفستان خدته معاها فرنسا. يا خساره، كانت ايام تجنن، كانت زي الحلم. فرنسا دي احلى بلد في اوروبا. اللي يسمعك بتقولي كده يقول بنت لفت اوروبا 100 مره. سمي كبه بكره لفها كلها، دي فركه كعب، قصدي فركه فانتوم. تيجي يا سلوى نهرب منهم بالليل ونقعد لنا هنا كام يوم. بلاش عبط امال، قومي اتخنتي انت وهي، هنصحى الساعه 5 ميعاد الطياره الصبح. يلا. والدي مجرد عامل في مصنع وهيطلع المعاش السنة الجاية، لكن لسه قصاده مشوار طويل على ما اخواتي الأربعة يخلصوا تعليمهم. عشان كده كان لازم أهرب واشتغل هنا وأحقق الفكرة اللي ممكن تساعده وتساعدنا كلنا. بنتي دي جن مصور، تلاقيها هربت عشان تشتغل رقاصة في مالها ليل. اختشي يا بنت. احنا لازم نبلغ البوليس. احنا نبلغ السفارة المصرية قبل كل حاجة وهي تدور عليها.
يعني هنأخر سفرنا لحد ما نلاقيها؟ مش هنتأخر، احنا لازم نسافر في الميعاد وندي لابوها الجواب اللي هي سابتهوله. الشغل هنا على قفا من يشيل. انا هشتغل في اجازة الصيف وارجع بعربية نص عمر نعملها تاكس. دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن ترفع ايرادنا وتعلم بقية اخواتي واجيب بيها جهازي عشان افرح ماما. هبقى اكتب لكم باستمرار، اطمنوا عليا خالص وادعوا لي دايما، وزي طريقتنا لما بنسلم على بعض هقول لكم لا اله الا الله محمد رسول الله. انا جيت لكم علشان اداره الجامعه تخلي مسؤوليتها. يعني ايه؟ البنت طفشت؟ ما تقوليش طفشت، بنتك راجل، ربنا يوفقك يا بنتي. تبقى في بلاد بره الواسعه ولا نعرف لهاش مكان؟ زمانها دلوقتي بتشتغل في احسن شركه. S'il vous plaît, je veux de pain. يا رب وفقنا ونجحنا يا رب. برلين فوق فرنسي وجينيبار ايه؟ جينيبار الفرنسي بسم الله الرحمن الرحيم. انا بقول انك مصريه. ايوه. وجاي عشان الشغلانه دي؟ ايوه. وانت كمان؟ طبعا. انا بقول ايه؟ احنا ولاد بلد وانا راجل يعني اولى منك بالشغل، فتعتذر وتسيبها لي. لا معلش، كل واحد ياخد نصيبه. انت تعرفي ايه مميزات الوظيفه دي؟ طبعا، اكل وشرب واقامه في المستشفى، ده غير الماهيه، وكل ده عشان نترجم لهم بالفرنساوي اللي بيقولوه المرضى العرب. انت بتتكلمي جد؟ انت ما قريتش الاعلان ولا ايه؟ يا بنت الايه؟ وكل ده فهمتيه من الاعلان؟ يبقى انا بقى عليا العوض. ليه؟ انت ما بتعرفش فرنساوي؟ ازاي بقى؟ جينيبار الفرنسي فريري وشاك فريري وشاك دورمي فوق دورمي يا ده انت علامه. بقول لك ايه؟ انت تاخديها بالقصيره وتتكلي على الله. يعني ايه؟ يعني خليك راجل وسيب الشغلانه. بس انا مش راجل ومش عايزه ابقى راجل، انا كده كويسه. ما انت هتمشي بالذوق تمشي بالعافيه. يعني انا اخد الوظيفه يعني انا اللي هاخد الوظيفه. ايه؟ عافيه؟ عافيه ستين عافيه. قوم بقى ما يندهولي. يلا بنت انت. قلت لك ما تقولش بنت. انت مش دماغ ولا ايه؟ شايفه يا حاجه؟ شايفه؟ سيلانس، سي ان هوبيتال. فروجاك جهور سيل فو بلي. امشي كده كان يوم اسود لما شفتك. جاتك طين ده. بس يالا. الله. غوري كده. بس قلت لك بس. هتتصايع. ايه ده البنطلون؟ سن. هيبه فيكم في شكلك. اعوذ بالله من البنات واللي بيجي لنا من تحت راسهم.
تزعليش مني، حقك عليا. ضيعت مني فرصه حياتي، كانت وظيفه مرتبها كبير والاكل والنوم بلوشي، يعني كنت هوفر كل المهية واشتري العربيه في 3 اشهر. عربيه؟ ايوه عربيه. الله 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 الله. وهدايا لامي وابويا واخواتي كمان، وكل ده انت اللي ضيعته. الله الله، ايه الاحلام دي كلها؟ طب فكري في الاكل والشرب الاول. ايوه عندك حق، انا ميته من الجوع. طب وشرف النبي انت صعبت عليا. تعالي تعالي خدي. ايه دول؟ دول كل اللي معايا. يا نهار اسود، ما معكش غير 3 فرنك وما بتشتغلش كمان؟ ايوه، ورغما عن ذلك اقدر اغديكي غدوه تجنن. صحيح؟ ازاي بقى؟ مالكيش دعوه، تعالي بس. ايدك بايخه. اتفضل. اتفضلي يا اختي. ايدك اوعي كده بس. قول الله. امشي، انت خايبه كده بايخه وانت حلوه. كل ما يهمكيش. تحب اطلبك حاجه تانية؟ انا مش مصدقه ان ما معكش فلوس، اوعى تكون ناوي تحبسنا بيهم. عيب، كل حاجه بالفتاكه. انا ملك الفهلوه، استاذ كرسي الحدائق، واخد فيها دكتوراه مع مرتبه الشرف الاولى. يعني ايه؟ مش هتدفع؟ دلوقتي تشوفي، دول كورديات. بس دي مش هدايا يا فتحي، دي سرقه. الله، انت كورديا يا بنت؟ انت خواجايه؟ انت منين؟ انت من مالطا؟ اشمعنى؟ اما لو انت من مالطا، قصدي انت مالطا، يعني قصدي انت مالطا نفسها، مالطا خالص كده يعني. وبعدين جرى ايه يا فتحي؟ مفيش، انت اللي عماله تقولي سرقه وما سرقاش. يا نهار اسود، ايه ده؟ اصبروا شويه، ما تخلي حبه في الطبق. ليه؟ دي اصول الشغل. شوف انا مخلي حبه في الطبق بتاعي ازاي. هتعمل ايه؟ هحط الصرصار ده هنا. اخس، ايه القرف ده؟ ده قرف ده؟ طب لايمين انت على اي صرصار وانا اشتريه منك. يا متر يا متر، سلف بلو وحيت ابوك. فتحي انت اتجننت؟ وي ا فوت سيرفيس مسيو. اطلب له بوليس، اطلب له بوليس حالا، شابيلا بوليس. فتحي كوا بوركوا يا غجر يا نور يا حوش يا بتوع ال3 ورقات، انا هوديكم في داهيه. ادوا البوليس، الخواجه متران. البوليس. s'il vous plaît monsieur الحمام يا ولاد الكلب. madame je vous en prie. شوفي شكلك بقى عظمه ازاي وانت متغديه وشبعانه 24 قراط. يوه، انت هتذلني عشان غدتني بلوشي؟ ده حتى الاكل ما يبقالوش طعم الا اذا كان من عرق الجبين. لا يا شيخ، يعني مستعديه تاكلي معانا جبينك؟ طبعا يا ريت، بس هتعرقي وتشر عرق. اذا كان بفايده. شغلانه متعبه قوي. وهي فينتي؟ موجوده ومستنياكي. طب وانت ما بتشتغلهاش ليه؟ مش انا اللي اقبل شغلانه من النوع ده. ليه؟ عشان ما اقدرش على تعبها. يا سلام، للدرجه دي؟ طبعا، غسيل اطباق لمده 8 ساعات في اليوم ب50 فرنك. لا يمنع عليها، انا في عرضك. ايه بتدور على ايه عندك؟ هتجنن يا خلق. هو البلد دي نضيفه زياده عن اللزوم، الصرصار بلاقيه بالتيله، مش عارف هعمل ايه في العشاء. طب تعال. Dix, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Voilà, mademoiselle. ميرسي يا عسل. Merci à vous. البريماتش، الليموند، الفيجارو، البريماتش، الفيجارو بتاع بكره زي الجمهوريه عندنا. فتحي، معقوله؟ الف مبروك يا فتحي. شفت صاحبك بقى صحفي على سن ورمح. هي دي الشغلانه ولا بلاش؟ المهم طمنين عليكي، عامله ايه في الشغل؟ اهي ماشيه، 8 ساعات اشغال شقه كل يوم. بص بقى عندي عضل. ربنا يديك الصحه. طب تعالى بقى نقعد في حته واقرا الجرايد، لحسن بقالي مده مش عارفه الدنيا حصل فيها ايه. يبقى انا عازمك على اي دكه في اي جنينه، خلي بالكم من بعض. البريماتش، الليمون هنا اجدع من اي دكه. يا ربي يا
ربي يا ربي سيلفو بليه. طب دور على ايه؟ صرصار ولا خنفسه؟ سيبك من ده، في حفل استقبال في اوتيل، ما تيجي يالا نعزم روحنا. الله، هو احنا علمناهم الحدائق سبقونا على الابواب ولا ايه؟ لا يا سيدي، وانا اروح جنبك فين؟ طب بذمه النبي فيك هتجنن، عمرها ما جت على بالي. بس ازاي ندخل من غير دعوه؟ وهم عمرهم بيطلبوا الدعوه من الناس الشيك اللي زينا؟ احنا شيك احنا؟ انا يا اخويا عندي فستان كوكتيل سلفان من واحده صاحبتي. خلاص روح انت مش معقول حد يشك فيكي. بس بقول لك ايه؟ تبقي تلفي له لقمتين في شنطتك. معقوله؟ طبعا معقوله. هحط لك كيس نايلون جوه شنطتك عشان ما تتوسخش. هتلاقي الحكايه سهله قوي في الزحمه. يعني ايه يا فتحي؟ عايز نسرق؟ هي اللحمه اسمها سرقه؟ دي حدائق، فكاكه، فهلوه، لحمه. ايه رايك؟ رخيص جدا، اصله بواقي. ايوه بس مش معقول تاخديه، ده فرده طويله وفرده قصيره. لا مش مهم، ما هو الاتيكيت ان الواحده تلبس فرده وتمسك التانيه كده اهو. صح، ماشي كلام الحريم. اهو ده بقى جوانتي الكوكتيل، اروح البس فستان التغذيه يبقى اليونيفورم تمام التمام. عده الشغل يعني؟ عده الاكل. انما بصراحه كده شكلك عامل زي عسكري المرور. يبقى حاسب، ممنوع مرور الماشيه. يبقى مش هنعدي احنا الاثنين. انا مضطر اسيبك بقى عشان اسلم مرتجع الجرايد بتاعي. طب مش توصلني عشان تشجعني على الدخول يا فتحي؟ ده انا ارنب، انا اقدر اعمل اللي بتعمليه ده. ليه بقى؟ ده انا تلميذتك، مش انت استاذ كرسي الحدائق؟ ايوه بس انا تخصصي الصراصير. الفرانسيسوار، الفيجارو، الفوتبول ماتش، الليمون ده يا استاذ. ده عماد. سلوى. هلو. عماد ده بقى زميلي في قصر الداير في اوروبا، قصدي مكتبه هنا في باريس. وماله، بكره يبقى مكتب بصحيح، وبدل ما تبيع جرايد تفتح جورنال كبير يوزع في العالم كله. مياسه قوي البنت دي. الدعوه دي من قلبك؟ ايوه يا فتحي، انت ما تعرفش انا بحبك قد ايه. بتحبيني؟ طبعا. يا خبر، ده انا هاخد من الكوكتيل. باي باي. بتحبيني؟ طب حق الجورنال فين؟ يبقى لك. Mon mari viendra tout de suite. Je m'excuse, madame. Io sono solo e sola. Possiamo entrare passione? Mon mari? Excusez-moi. Perché? Lei. Scusa! تشين على شو سالوتي؟ قلت لك ليه؟ ربنا يخلصنا منك. Scusa!
Vous êtes française? Anglaise? D'où vous venez? Japonaise. Japonaise? En anglais? En français? Mais vos yeux ne sont pas petits. Petits? Pourquoi? Papa japonaise. Maman non. Ay ek titi homme. Titi homme? Titi homme. يلا خد بالهنا والشفا مطرح ما يسري يمري. ماشي كلام الحريم، ما يجيبها لنسوانها. بنات هياله انما قابلت لك جوه واحد لازقه وكلح متهيألي انه مصري. مفيش مصري كالح. صح معاك حق. تعالي يلا ده المكان اللي انا جايه له من اخر الدنيا. ابويا تعب كتير ولو رجعت له بالتاكس هريحه واريح اخواتي كلهم، هيقدروا يتعلموا ويتجوزوا جوازات كويسه من غير امي ما تنكفي على مكنه الخياطه للنهار ولا ابويا يحمل هم الملاليم اللي بيقبضها كل شهر. انت هايله يا سلوى. انا اول ما قابلتك بصراحه شكيت فيكي. بنت حلوه زيك عايشه في باريس ليه؟ بتعمل ايه يعني؟ ولما لقيتك مش لاقيه اللضا ومستعده تشتغلي في غسيل الاطباق قدرتك، بس ما كنتش فاهم بالظبط ايه حكايتك. وليه تتلطمي في وظايف نص كم بره بلدك؟ كان لازم اعمل كده يا فتحي. معلش يا سلوى، ما تزعليش مني على تفكيري الاولاني. انت اجدع من اجدع راجل يا بنت انت. طب يلا ندور على العربيه. ما تخافوش، الاوضه هتساعدنا كلنا، بس كل واحد فيكم يدفع فرنك، يعني 20 فرنك. مفهوم ولا مش مفهوم؟ فاهمين. طب بالصلاه على النبي بقى، ايدكم على النقديه. فتحي معايا انت، تعال الفلوس معايا الفلوس اهو. طب على اذنكم كمان. ايدك عينيا. خد. متشكرين قوي قوي. لو عندك 7 8 تانيين هاتهم، ما تخافش على اصحابك. انا مش خايف عليهم، هم القانون مش هيعمل لهم حاجه. انا خايف عليك انت يا فتحي، دي فيها سجن. ما تخافش عليا، انا طول عمري عايش بالحدائق. قشطه هتروح. مع السلامه يا حبيبي. مع السلامه يا اخويا. جرايد انت وهو، ما تقولناش كده، ما تقولش سكات. قضيت بطاطين. عايزين ايه؟ بطاطين. البطاريه ب 5 فرنك والشاي ب 9 فرنك، واللي مش عاجبه اتفضل ورينا عرض كتاب. يلا يا اخوات اهو، خش. الو بوليس؟ اهلا يا سلوى. امال فتحي فين يا عماد؟ فتحي في ورطه، البوليس ماسكه امبارح. ليه؟ ايه اللي حصل؟ ياما حذرته، حضرته قلب اوضته الكنده من غير اذن صاحبه البيت. بلغت عليه. فتحي انت كنت فين يا فتحي؟ ده انا كنت هتجنن عليك. صحيح يا سلوى؟ طبعا. قول لي عملوا فيك ايه؟ بيتوني ليلتين في القسم، والليله اللي فاتت بت في الجنينه من غير غطا وعملت الجزمه من خدتي. عشان تبطل تأجر اوضتك من غير اذن. ولا يهمك، انت زي اخويا فتحي، حتى في اوضتي لبكره. في اوضتك؟ طبعا، لحد ما صاحبة البنسيون تهدى شويه. يلا بينا. يلا. وكمان مستعجله.
لا والنبي بلاش. وبعدين يا فتحي، ايه شغل العيال ده؟ ماشي ليه؟ اصل ما اجتمع رجل وامراه الا وكان الشيطان ثالثهما. لا ما تخافش، انا راجل. يعني انت متاكده من نفسك؟ طبعا. بس انا مش متاكد من نفسي. فتحي تعال، انت هتنام هنا. طب ما نقسم السرير احسن. قصدك ايه؟ قصدي بدل ما واحد فينا ينام على الارض والتاني ينام على السرير، نقسم السرير نصين وننام عليه احنا الاثنين. جرى ايه يا فتحي؟ انت هتخوفني منك ولا ايه؟ الله، انت صدقتي؟ ده انا كنت بضحك معاكي. لا طبعا انا اللي هنام على الارض. لا، على المرتبه دي، ودماغك بقى يا فتحي على مخده بدل الجزمه بتاعت امبارح. صح، ماشي كلام الحريم. فتحي انا مش حريم، انا راجل، خصوصا النهارده. مفهوم. طب يلا بقى اطلع بره عشان اغير هدومي. ايوه ما تغير. ما يلا. ايوه. فتحي تصبح على خير. تصبح على خير. ايه ده؟ انت هتعملي كابتن زورو؟ ده قناع اديهولي في الطياره وانا جايه عشان الواحد يقدر ينام والنور مولع، وانا ناويه الليله دي انام والنور مولع. كده ولع. ماشي كلام الحريم. قلت لك انا راجل. راجل عسل، راجل لوز. فتحي عينين فتحي. نام. اوامرك. سلوى. يا فندم. ما هو مش معقول ابقى انا وانت في اوضه واحده طول الليل وتطلبي مني ننام. تعرف يا فتحي، جوارح فتحي، خلجات فتحي، اشجام فتحي. لو احنا في مصر ما كانش ممكن انام معاك في اوضه واحده زي دي ابدا، انما احنا هنا في اوروبا شايفين ده بيحصل وما هوش عيب. تبقى المساله في النهايه تعود. ما تتخمد بقى. انت اللي طالع عليك عفريت اسمه اتخمد. كما قال الشاعر: ما اطال النوم عمرا ولا قصر في الاعمار طول ايه؟ نهايته. يلا. اهلا يا عسل. يا اخي اتحشم، احنا في الشارع. محدش فاهم حاجه. لقيت اوضه ولا لا؟ ليه؟ خلاص طردتني؟ طب ده انا كنت مؤدب. بصراحه بقى اعجبت بنفسي. يا سلام، بس مش مستعده اتحبس انا وانت، كفايه حصلت معاك. لا ما تخافيش، الليله هرجع اوضتي. المهم انا عازمك على العشاء. عشاء على طريقه الفيران ولا الصراصير؟ لا، سهره في نايت كلاب شيك قوي. يا ابن الايه؟ وعلى حساب مين؟ مدير المحل اداهم لي. اصل بوصله جرايد بيته كل يوم الصبح. يعني الاول مره هلبس فستان التغذيه وجوانتي الكوكتيل وادخل رسمي؟ صح. ماشي كده.
يا ابن الايه اما حته سهره. وانت لسه شفت حاجه يا سلوى؟ اسمع بقى، يلا يا اخي بقى روح دوري لك على تاكسي ولا مترو تركبيهم عشان مش هقدر اوصلك النهارده. ايه الندالة دي بقى؟ اصل ميعاد حصه تسليم الجرايد فات من نص ساعه وانا ما رضيتش اسيبك الا لما الخواجات دول يبطلوا رقص. خلاص باي باي. امشي. باي باي يا اشوفك سلوى. بكره. باي باي. أنسة سلوى، أولاً أنا عايز أعرف حاجة واحدة بس وأمشي. إيه اللي خلاكي تنكري إنك مصرية؟ أنا لسه سامع دلوقتي بتكلمي واحد صاحبي. اولا ده مش صاحبي، ده زميل. ثانياً تسمحي لي أوصلك وتفهميني كل حاجة في السكة. إحنا الاتنين في الغربة والواحد ما بيصدق يلاقي حد من بلده يتكلم معاه. لا ما اقدرش اصل. اطمني. أنا الدكتور شريف سامي، طبيب مصري ومقيم هنا في باريس. متهيألي بقى تخليكي جدعة وتديني فرصة أشم ريحة مصر وأنا بتكلم معاكي. اتفضلي. أظن أنت أول واحدة أشوفها بتتنكر لمصريتها. ما تقولش كده، انا عمري ما اعملها. بس الحقيقه انا جايه عشان اشتغل. عندي مأمورية مهمة جدا ومش عايزة اتعرف على حد عشان ما يضيعليش وقت. طيب أقدر أعرف أنت بتشتغلي إيه؟ انا مهندسة في شركة عقول الكترونية في مصر، وبعمل كورس دراسي في فرع الشركة في باريس. وحياتك تنزلني هنا. معقولة بسرعة كده؟ أنت حالا ضايقتي مني؟ بالعكس، اصلي رايحة لواحدة صاحبتي. حاضر. طيب مش هسمع صوتك بالتليفون؟ تأكدي إني مش هضيع لك وقتك وهسيبك تهتمي بالكورس بتاعك، بس على الأقل اديني فرصة إني أطمن عليكي. ان شاء الله هبقى اكلمك. أنت معزومة معايا على حفل استقبال بكرة. نتقابل الساعة 7 قدام الهيلتون. ما تتأخريش من فضلك. مع السلامة. ده تلاقيه راجل محترم، ما دام دكتور وعنده عربيه في باريس يبقى بيه قد الدنيا، يعني يقدر يلاقي لك وظيفه احسن من اشغال الشقه اللي انت فيها دي. وطبعا مش هتنسيني. بس انا مش ناوية اقابله تاني. تبقى اكبر عبيطه. دي فرصه يا بنتي. ده تلاقيه عنده معارف هنا بالكوم ومؤكد كلهم مهمين. وهو ايه اللي هيخليه يهتم بيا ويشوف لي شغلانه؟ مش بنت بلده. اسمعي الكلام بس. المهم انك ما تقوليش انك صايعه وبتغسلي صحون. فاهمين انك بتشتغلي حاجه مهمه برضه عشان يجيب لك الاحسن منها. حاكم الناس بتستكتر قليل على الغلبان وتستقل كتير على المرتاح. صح، ماشي كلام الحريم. Hey, docteur Chérif. Mademoiselle Salwa. Bonne arrivée. Comment ça va? Ma femme. Scotch upon this. See. ايه اخبار الكورس بتاعك؟ ها؟ الكورس في الحقيقة أنا ملخومة جدا. بالنهار مذاكرة ومحاضرات، وبالليل بقى إيه؟ كتب ومراجع وأبحاث واديله. هو عن ايه بالظبط؟ عن الكمبيوتر طبعا. ما انا عارف، قصدي موضوعه عن ايه يعني؟ لا بقى ده صعب عليك، أنت راجل بتاع طب، مالك ومال الكمبيوتر؟ لا صحيح. أصلك مش هتفهمه من كلمتين كده. ده كمبيوتر ومحتاج وقت طويل قوي عشان اشرحهولك. وبعدين مش معقول نقف في حفله زي دي عشان نتكلم على الكمبيوتر يعني. معاكي حق. انت ساكنه فين في باريس؟ في اوتيل طبعا. ايوه قصدي اوتيل ايه يعني؟ في الكونكورد. في الكونكورد؟ بس اوعى تكلمني هناك. ليه؟ يوه قصدي كلمني هناك طبعا لو عندك وقت، وانت اكيد مش فاضي وما عندكش وقت. ايه مالك؟ انت بتتكلمي بسرعه كده ليه؟
اصلي جعانه قوي. يعني شبعانه قوي، ده اللي كان قصدي اقوله. اصل انا لسه متغديه قبل ما اجي على طول في البيت. امال ما بتشربيش الكوكاكولا ليه؟ دي بتهضم. مش بحبها. طب هاتيها هاتيها. انت اكيد ليك صحاب كتير هنا في الحفله، ما تروح تكلمهم شويه. انا عايز اتكلم معاكي انت. والحقيقه انا كنت بدور على حاجه ايه؟ عايزه التواليت. تواليت في الاخر؟ عن اذنك. انت ما رحتيش التواليت ولا ايه؟ اصل كان مشغول. طب انا لازم اروح دلوقتي. ليه؟ اصل مستنيه مكالمه من مصر. خليك انت. لا ازاي؟ لازم اوصلك. اتفضلي. ما تتصوروش وحشني قد ايه. بعد الايام وبحسب الفلوس بالسحتوت عشان اقدر اجيب العربيه وارجع لكم. انا مبسوطه قوي. الشغل مريح والفلوس كتير والاكل يجنن وصحتي كويسه. بكره ان شاء الله هدفع القسط بتاع العربيه، وكفايه كده بقى عشان الحق نبطشيتي في الشغل. ولا اله الا الله محمد رسول الله. يا حبيبتي يا بنتي، ما تخافيش عليه. سلوى وقت اللزوم تنقلب راجل، وارثه الجدعانه عن ابوها. انا هكتب لها علشان تجيب لي عجله. وانا هكتب لها عشان تجيب لي عروسه بتغمض بالفتح. وانا هقول لها تكتب لنا كتير عشان احوش ورق البوسطه. Voilà est votre nouveau poste. ميرسي بوكو مدام. روحي ربنا يسترها معاكي. ده انا ايديا دابت من الغسيل. Pardon? نو بيان بيان. عظمه على عظمه. الو سلوى n'est pas là. Est-ce que le partez? Elle est dans la cafétéria. Est-ce que je peux parler avec Salwa? 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 Un téléphone. ميرسي. الو اهلا يا شريف، ازيك؟ اخبارك ايه؟ ميرسي قوي. انت كمان وحشتيني. هلو ايوه شريف. لا معلش، اصل الكافيتيريا دوشه شويه وانا لسه ما خلصتش اكل. لكن ده مش ميعاد اكل. انت بتتغدي بدري كده؟ ها؟ ايوه، اصل انا ما بفطرش عشان بعمل رجيم. وفي الحقيقه انا دايما باكل في الريستوران، بس اكله وحش اليومين دول مش عارفه ليه، قلت اغير شويه. وبعدين لا ما بحبش اخرج اكل بره عشان ما اضيعش وقت، انت عارفه. توت سويت. الله، انت بتكلمي مين؟ لا ابدا، انا بقول للجرسون يشيل الاكل. كفايه كده بقى. سوري يا شريف، انا مضطره اسيبك دلوقتي لحسن زمايلي في الكورس بيقولي. اوكي. كام؟ بكره الساعه؟ خلاص اوكي، باي باي. معقول كل السنين دي ما روحتش مصر ولا مره؟ يا قلبك يا دكتور. ايه؟ رحت فين؟ لا ابدا ولا حاجه. احنا كنا بنقول ايه؟ كنت بقول لك ليه ما زرتش مصر طول المده دي كلها؟ معلش، بلاش نتكلم في الموضوع ده. انما انت طبعا ذكائك وشهادتك ونجاحك كلها حاجات وارثاها عن والدك. تلاقيه هو كمان مهندس. طبعا مهندس وعنده مصنع كبير قوي. عظيم. انا برضو قلت كده. ويا ترى مامي بتشتغل ولا ست بيت؟ هي ست بيت طبعا،
وبتشتغل كمان في نفس الوقت. بتشتغل ايه؟ بتشتغل عندها صاحبة بوتيك ازياء شيك قوي في الزمالك. ايوه في الزمالك، بيقدم اخر صيحة في الموضة، وكل ستات الهاي بتشتري منها. عشان كده طبيعي ان بنتهم تطلع مهندسة ناجحة. ما تتصوريش انا معجب بيكي قد ايه. بس الحقيقة انا اكتشفت اني عندي وقت فراغ هنا. اتضح ان الكورس ما بياخدش كل وقتي، عشان كده نفسي اشتغل الفترة اللي انا قاعداها في باريس. تشتغلي؟ معقولة؟ ده انت كنت بتقولي انك مشغولة على الاخر. فعلا في الاول كنت مشغولة، بس دلوقتي عندي وقت لازم استفيد بيه. انا عايزة احس بالبلد، عايزة احس بالمعاناة بتاعت الناس. بس ده مش وقته. احنا هننتهز ان عندك وقت وافرجك على باريس حتة حتة. ثم ان الشغل ده لو انت محتاجة فلوس، لكن انت والحمد لله مش محتاجة. لا لا ارجوك خلينا ندفع حسابي، احنا هنا في اوروبا ولازم نعمل زي الخواجات. لا يمكن. الكلام ده لو احنا خواجات فعلا، لكن احنا مصريين وانا الراجل. لا لا معلش. يعني مصرة؟ خلاص على كيفك. انت زعلت؟ لا ابدا، انا مش عايز اضايقك. لا لا انت زعلت، خلاص ادفع انت. انت وقعت ولا الهوا رماك؟ بصراحة يا منير أنا كنت بحاول أقنع نفسي بمجرد إعجاب، لكن الظاهر إنه أكتر من كده شوية. جري يا شريف، أنت نسيت هايدي ولا إيه؟ ما نسيتش هايدي ولا حاجة يا أخي، بس سلوى دي حاجة تانية، دي بنت ممتازة. شريف، أنت وهايدي عايشين جوه بيت واحد، بتحبوا بعض بقالكم سنتين، أنتوا خلاص اتفقتوا على الجواز. أنت نفسك كنت متحمس لها جدا، جاي دلوقتي تقول لي سلوى حاجة تانية؟ أيوه أنا معاك يا أخي، بس الجواز من أجنبية برضه مش يعني. برضه مش بقى البنت دي لحقت تغيرك كده؟ مش عارف يا منير، مش عارف. لا يا شريف، أنت تلاقي بس مصر وحشاك شوية. مصر؟ مالك شوقي؟ ولا حاجة، تعبان شوية من الشغل. مش هتاكل؟ ماليش نفس. وبعدين كمل يا شريف. هو موضوع خاص بواحد صاحبي، كان يهمني يعني ان انا اخد رايك فيه. خير. هو واحد زميلي عايش هنا في باريس من سنتين مع واحده اجنبيه، عايشين في بيت واحد، لدرجه انه قرر اخيرا يعني انه يتجوزها. وبعد ما اتجوزوا؟ لا هو لسه ما اتجوزهاش. ليه؟ اصله اتعرف من فتره ببنت مصريه خلته يحس بحنين اكتر للحراره الشرقيه بتاعتنا. يعني سخونه العواطف، خفه الدم، الاحساس الصادق، كل الحاجات اللي جوانا واللي مش ممكن نلاقيها عند الاجانب. فهماني؟ طبعا فهماك. انا متهيألي ان البنت دي ظهرت في حياه صاحبك في الوقت المناسب. انا شخصيا مؤمنه ان الحب الحقيقي لازم يكون وليد نفس البيئه والتقاليد. على فكره صاحبك ده انسان محظوظ. انا هقول له الكلام ده علشان يحط خرزه زرقاء في رقبته. تعرف يا شريف، ده حتى لو ما حبش البنت دي كفايه انها صحته من نومه وخلته يشوف كل الامور اللي حواليه كويس. ايه مش عاجبك كلامي؟ بالعكس ده عاجبني جدا. يبقى ماشي كلام الحريم. بقى ده كلام؟ تقاليد ايه وبيئة ايه اللي بتتكلم عليه؟ تعرف يا منير، انا كل همي دلوقتي اني اعرف اذا كانت هي بتحبني ولا لا. يا اخي اذا كانت اللي بتحبك موجوده وانت بتحبها. لا انا كنت فاكر اني بحبها لغايه ما عرفت سلوى. بسيطه، يبقى هترجع تحب هايدي لما سلوى تسافر. ومين اللي حاسبها تسافر؟ نعم. بتقول ايه يا شريف؟ كلام سلوى عن التقاليد والاخلاق والشخصيه اللي فيها حراره كلام مقنع جدا. خلتني افكر
ازاي اعيش طول عمري مع واحده اجنبيه مش من نوعي خالص؟ يا سلام. طب ما انا قدامك اهو، وانت صاحبي وعارف ازاي انا عايش مع مراتي. هي فرنسويه صحيح وانا مصري، لكن عايشين مع بعض زي السمنه على العسل، وقدرنا نكون اسره سعيده والحمد لله. عندنا ولد وبنت زي القمر، ده زائد ان جوازي بيها هو اللي ساعدني اكتر على النجاح في الشغل، ولا كان ناقصني بيئه ولا تقاليد. يعني سكت. صدقتني؟ بصراحه انا الحاجه الوحيده اللي حاسس بيها دلوقتي اني جعان. معاك حق، قوم هات لنا حاجه ناكلها. قوم. هايدي مش هنا وانت عارف البيت ده دايما ما فيهوش اكل. تعال نروح اي حته ناكل لنا حاجه بسرعه. يلا يا سيدي. يلا. قول يا استاذ انك عايز تيجي اوتيل الحبايب، مش جعان ولا حاجه. لا والله يا ابني، انا عمري ما قابلتها في الاوتيل بتاعها، هي ما بتحبش كده. وبعدين زمانها دلوقتي في الشركه بتاعتها يا استاذ. يا سلام. سلوى. يلا بينا يا شريف. هايدي مستنياك في البيت، لا كدبت عليك ولا عمرها هتكدب عليك. يلا يا شريف. شريف شيري 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 vous êtes là؟ ليه مش بتردي؟ بونجور. joyeux anniversaire. النهارده عيد ميلادك. ميرسي يا هايدي. انت فتحي؟ وانت مالك؟ فين سلمى؟ اهلا يا روميو. انا مش بهزر. وانا مش هسأل فيك. يا اخينا ما تضيعليش وقتي. ارجوك ما تعداش عليا اثناء تأدية وظيفتي. البريماتش، الليموند، صباح الخير. صباح النور يا سيدي، بس رد عليا. اسمع يا فتحي، اذا كانت سلوى تهمك يبقى تقول لي هي فين. تهمني؟ الا تهمني. سلوى دي اهم حاجة عندي في الدنيا. خلاص يا سيدي، اهم حاجة عندك في الدنيا؟ طبعا. اهم حاجة عندك في الدنيا يعني ايه؟ وبعدين يا جدع انت ما تتدخلش في اللي مالكش فيه. متأسف يا سيدي. المهم تقول لي هي فين. بصراحة هي اضطرت تسيب الشغل من تحت راسك. راسي انا؟ ايوه، ولقينا لها شغلانة في اوتيل تاني. يبقى تودينا على هناك على طول، ارجوك يا فتحي. البريماتش، الليموند، تعالى. ولا ميرسي. شغلوها في فرع الاوتيل في بلد على بعد 6 ساعات من باريس. وايه اللي خلاها قبلت؟ دي بتقول لي هي اللي طلبت كده. شفت؟ عايزه تسيب البلد كلها عشان خاطر جنابك. انا؟ امال انا؟ والعمل؟ العمل عمل ربنا بقى. شوف لك طريقه. كلمها في تليفون الاوتيل، قول لها حاجه. التليفون مش هينفع، لازم اشوفها انا بنفسي. تعالى معايا. اجي معاك فين؟ انت فاكرني صايع؟ انا يوميتي ما تقلش عن 500 فرنك. اتفضل. اهو. اتفضل. 700 فرنك. اسمع بقى.
Pardonnez-moi, mademoiselle. Je suis Salwa Slimane. Je suis transférée des comptoirs de Paris pour trouver un poste ici. Une minute, s'il vous plaît. Je m'excuse, mademoiselle, mais le poste a été déjà pris. نعم يا اختي، ده انا حاطه 6 ساعات سفر عشان تقولي لي جبت واحده غيري. باردون؟ ولا حاجه. أوركوار. يعني قاعد تاكل كده ولا همك؟ طب بذمة النبي انت ما عندكش ولا مؤاخذة دم؟ انت عارف هي بقى لها قد ايه ما اكلتش؟ هتنام فين؟ وهتقعد فين؟ ومين عارف يمكن تروح ترمي نفسها في اي مركب ترجعها مصر وتشتغل باجرة سفرها. طب وانا اعمل ايه؟ ما هو انا على يدك اهو، ما خليتش حته لما دورت عليها. لا انت تعبت وفنيخت مني بسرعة. واحد غيرك كان لازم ينفض البلد دي لغاية ما يلاقيها. دور عليها في محطات المترو، على دكك الجناين، فوق الرصيفة، أي حتة ممكن سلوى تنام فيها. فين ضميرك يا دكتور؟ اتفضل قوم دور تاني بلاش مياصة. قوم! سلوى مش مصدق، مش قادر اصدق عينيا. معقوله بعد الدوخه اللي انا دختها دي ارجع الاقيكي هنا وفي اوضتي؟ كنت فين يا فتحي؟ انت اللي كنت فين؟ ده احنا ما خلناش متر واحد في بلاد الفرنسا ما دورناش فيه عليكي. انا تعبت قوي يا فتحي. بتحبيه؟ اخيرا دلوقتي اعترفتي. بس تعرفي ده كان اكبر امتحان ليه، ودلوقتي اقدر ابصم لك ب10 ان الشريف ده بيموت فيكي. واخوكي فتحي برضه ايه قاعد يلعب باعصابه، دوخت امه. ازاي؟ افتكرني بحبك. قصدي بيتهيألي يعني قصدي ان انا فهمته يعني ايه؟ ما بتحبنيش؟ ها؟ ايه يا فتحي متلخبط ليه؟ كونه فهم منك انك بتحبني دي حاجه تزعلني. الله يجازيك يا سلوى. في الحقيقه انت تتحبي. وانت كمان تتحبي يا فتحي. المهم بكره الصبح لازم تكلمي في التليفون. مستحيل. ما اقدرش اواجهه بعد ما كدبت عليه كل الكدب ده يا فتحي. يا سلام، ده هتفوت زي شك الدبوس. اول ما تقابليه قولي له انا كدبت عليك لكن بحبك وخلاص. وبعدين معاك يا فتحي، مين قال لك ان انا بحبه؟ انا ما عنديش وقت للكلام الفاضي ده تاني. طب والله العظيم ما حد فاهمك زيي. على كل حال نامي دلوقتي، نامي والصباح رباح. وعلى فكره انا عازمك بكره على الغدا. غدا تاني؟ على طريقه الحشرات اياها طبعا. لا يا اخويا، مش كل مره تسلم الجره يا فتحي. لا، ده انا اكتشفت طريقه تانية اسلم قوي. مش بس باكل، ده انا بقيت غني. ازاي بقى؟ الناس هنا متعودين يقروا الجرايد في الاتوبيس والمترو، واول ما المحطه تيجي يسيبوا الجرنان وينزلوا. اطلع انا الم الجرايد وابيعها تاني. يا ابن الايه؟ جدع يا ديك النهار علمت الجرنان بالقلم الرصاص، اكتشفت ان انا بعت الجرنان ده 5 مرات. بس اول امبارح كنت هروح في داهيه. خدت جرنان واحد سايبه على كرسي في القهوه
ولما بعته الراجل مسك فيا وكان عايز يوديني البوليس. ليه؟ طلع بتاع امبارح. سيبني ليه مدام؟ سيبوه ارجنتين. انت اتجننت يا فتحي؟ دي مركب شيك قوي، مؤكد غيانات. مش بقول لك صاحبك بقى جيبه مليان. المدمزيل تحب تاكل ايه؟ شريف. يا روح شريف. كان فاضل 24 ساعة وأتجنن رسمي، لولا فتحي أنقذني بالتليفون النهاردة وقال لي إنه لاقيكي. انتوا بتتفقوا عليا؟ اوعي تسيبيني مرة تانية. مش قلت لك إنها هتفوت زي شكة الدبوس؟ أنا هستأذن دلوقتي، ما بقاليش مكان. مش ممكن يا فتحي. إحنا مش ممكن نستغنى عنك أبدا يا فتحي. النهاردة بالذات لازم نحتفل كلنا إننا لقينا سلوى. لا معلش، أصل البت بتاعتي عزمان على سجق قدام العربية الخشب اللي على نص حارتنا. سيبيه لما نشوف هيعرف يلحق البنت بتاعته ازاي والمركب ماشيه. تعرف ان مصر وحشتني قوي قوي. انت ما بتفكرش ترجع ابدا؟ لا. معقوله دي تبقى مش مصري؟ انا مصري اكتر من اي مصري، وبتمنى ارجع النهارده قبل بكره. انت عارفه اني ناجح جدا في شغلي هنا، وانهم ادوني الجنسيه الفرنسيه، وعندي امتيازات كتيره جدا. يعني كل حاجه في حياتي بتدفعني اني اعيش هنا على طول وانسى بلدي. لكن ايه يا شريف؟ انا ايه اللي خلاني اقول لك الكلام ده كده يا شريف؟ وانا اللي كنت فاكره انك ممكن تطمن لي، وما يكون في حاجه مضايقاك ابقى انا الوحيده اللي ممكن تشتكي لها. انت يا سلوى من يوم ما شفتك وانا مش قادر انسى مصر ابدا. انا ليا ذكريات فيها كل ما افتكرها بقى مش قادر ارجع تاني. انا دمرت مستقبلي بنفسي وجيت هنا زي ما اكون لاجئ. لقيت كل الابواب بتتفتح لي ونجحت واستقريت لغايه ما انت طلعت في حياتي. ابتديت احس ان كل حاجه اتغيرت. دمرت مستقبلك في مصر؟ معقوله دي؟ ايوه. العملية دي هتقضي عليه مرة واحدة. اسمع يا دكتور فوزي، يا جماعة حاولوا تفهموني. الراجل ده في نظر الطب مات من زمان، صح؟ يعني العملية دي لو فرصة نجاحها 1 في المليون تبقى برضه أمل. محدش معاك أبدا في فكرة العملية دي يا دكتور شريف. أمال يعني هنفضل نتفرج على الراجل وهو بيتعذب كده لإمتى؟ الطب ده مهنة إنسانية قبل أي حاجة. شوف رأي الدكتور لطفي.
قدرتش افضل في مصر يوم واحد بعد كده، وقبلت العرض اللي جالي عشان اشتغل هنا، واسترديت ثقتي بنفسي. لكن كل ما افتكر مصر اتمنى ان نجاحي ده يبقى فيها. شريف، انت لازم تنسى اللي حصل ده كله، ترجع بلدك تعيش فيها وتنجح فيها. ده حلم، لكن مستحيل يتحقق. اهي يا شريف، ايه رأيك فيها؟ يا خسارة، ضيعتي 3 أشهر من وقتك على الفاضي. لو كنت قلتي لي الحقيقة من أول يوم كنت قدرت أخليكي تحققي إيراد أكبر. معقولة تبقي في كلية الهندسة وتشتغلي في غسيل الصحون؟ امال كنت يعني هشتغل مديرة مصنع؟ لا، بس كنت تشتغلي في حاجة بتفهمي فيها. وهي فين دي؟ أنا مش ناوي أحط راسي في الرمل زي النعامة أكتر من كده. أنا لو اتجوزت هاجري دلوقتي أو حتى استقريت معاها هبقى بكتب عليها وعلى نفسي. وبناء عليه وبناء عليه تيجي الخدمة اللي أنا طالبها منك دلوقتي. ايوه، هو ده اللي انا كنت منتظره. اظن هتقولي انك محرج من هايدي وعايزني انا اشرح لها الامر. أديك عارف كويس أهو. انا اسف. طب بلاش أنت، مراتك تقوم بالحكاية دي كويس باعتبارها صاحبتها يعني وممكن. ارجوك يا شريف، ما تدخلش المسائل العاديه في موضوع شائك زي ده. انت مش عارف هتعمل ايه في البنت اللي اسمها هايدي. انت هتتبع البنت اللي عشقتك وعشقت مصر علشانك. دي اتعلمت عربي من حبها فيك. ما هو عشان كده انا مش عايز اضحك عليها. سلوى، تليفون. ميرسي يا مسهل. الو، انا عازمك على الغدا في المركب اللي بتحبيها. اكلة سمك تجنن. لا بقى، انا اللي هعزمك النهارده. اصل قبضت مبلغ كبير واشتغلت اوفر تايم كتير طول الاسبوع، والبقشيش هنا كمان محترم قوي. هفوت عليك الساعة 5. لا مفيش داعي تيجي لغايه هنا. لا، عربيه الشغل هتوصلني للبلد. بقول ايه يا شريف، نتقابل في المركب على طول. صباح الخير يا دكتور منير. اهلا يا مدموزيل سلوى. قهوة؟ لا ميرسي، انا مش عايزه اعطل حضرتك. وكان انا عارفه انك اقرب الاصدقاء للدكتور شريف، وكان في ميعاد بينا من يومين وما جاش حسب الميعاد. وبعدين هو في الحقيقه في علاقه قرابه بينا. قرابة؟ ايوه، يعني معرفه عائليه كده اهو. وصداقه يعني. انا عايزه اشوفه ضروري، هو ما بيجيش. لا، اصل شريف عيان شويه. عيان؟ غريبه، ما كل الناس بتاعي. على كل حال لما يخف ويرجع يبقى يتصل بيكي. لو سمحت، ممكن اعرف عنوان بيته؟ لا، مش ممكن. اصل شريف ما بيحبش حد يروح له بيته. ولا حتى عشان يطمن على صحته؟ صحته بخير والحمد لله. لكن ارجوكي بلاش حكايه بيته دي، وما تحاوليش تتصلي بيه في التليفون. متشكره. انا عارف ان شريف ما بيحبش حد يروح له البيت، جاته 60 داهيه. ولا تسالي فيه، وبرضه هتروحي. لازم تطمني على شريف، ده لف عليك الدنيا عشان يطمن عليك. طب اروح له ازاي يا فتحي؟ هنعرف عنوانه. انا هكلم المستشفى في التليفون، هقول للسويتش
جسويت دكتور فتحي جاد الكريم، عايز عنوان الدكتور شريف عشان ازوره في البيت وهو قيان. ميرسي قوي يا فتحي. تعالي معايا. C'est ça la maison de دكتور شريف؟ Oui, vous êtes égyptienne؟ ايوه. أهلا، تعالي. كويس أنت بتتكلم عربي. أنا أحب العربي كتير عشان شريف. هو حضرتك فيونسي؟ خطيبته. أنت نيرس من الأوسبيتال، مش كده؟ أنا هو تعبان كتير وأنا عندي بروبلام في البيرو. مش ممكن ياخد كونجي أجازة. أنت جيت في الوقت، لازم يقعد جنبه. طب أقدر أشوفه؟ هو نايم لكن ممكن. دي روشتة بتاع الدواء. يعني حضرتك خطيبته؟ وهتتجوزوا امتى؟ المرياج قريب قبل الشتاء. أنا عايشة هنا مع الدكتور شريف من 2 سنة. لازم أمشي دلوقتي. ميرسي بوكو. متجوزها من 2 سنين، عايشة معاها هنا في بيت واحد وأوضة واحدة وسرير واحد، بتنام هنا جنبه، يعني مراته. ولسه بتقول هيتجوزوا قريب. ده يبقى ايه؟ يا خسارة يا شريف، يا خسارة. خلاص يا سلوى، انا هبيع مكان بيع جرايد بخلو رجل. هنا بيعملوا كده، وهأجر اوضتي من الباطن لغايه نهايه الاسبوع. ودي هتكون اخر حركه فكاكه بعملها في باريس. تاني؟ مضطر عشان احط فلوسك على فلوسي ونقطع تذكرتين اونديك على المركب، ونسيبنا من اوروبا وبتوع اوروبا اللي عايشين هنا وعاملين لي خواجات، واولهم الواد الدكتور بتاعك ده. سلوى، سلوى، الحمد لله على السلامة يا شريف. سلوى. أيوة قصدي يا دكتور شريف. لكن ازاي؟ ايه اللي جابني هنا؟ مش كده؟ جيت عشان اخد بالي منك. اصل هايدي مش فاضية، عندها شغل كل يوم ولازم تروح المكتب. سلوى، أنا مش فاهم حاجة. وجيت كمان عشان أعرف كل الحاجات اللي كنت مخبيها عني. سلوى، أنت فاهمة غلط. بالعكس، أنا كنت فاهمة غلط. هايدي مجرد صديقة. ممكن تستريح؟ أصل الدكتور قال إن الرعاية في الفترة اللي جاية أهم بكتير من الفترة اللي فاتت. هايدي مجرد علاقة وتنتهي.
انا مش مرتبط معاها لا بخطوبه ولا بجواز. شريف، النقاهه مهمه جدا عشان ما تحصلكش نكسه. لازم تسمعيني. هايدي فعلا عايشه معايا هنا، لكن احنا مش متجوزين. العلاقات اللي بالشكل ده عاديه جدا في اوروبا، لكن مش معناها خطوبه ولا جواز. تقدر تقول لي يا دكتور الفرق بين علاقتك بيها وعلاقتك بالست اللي عايز تتجوزها؟ مأذون، ورقة تشهد فيها انك متجوز. انا ما كنتش عايزة اتكلم في الموضوع ده، انما الظروف هي اللي حطتني في موقف ما قدرتش اعتذر عنه. ما كانش ممكن اسيبك وانت تعبان، كان لازم اسهر جنبك واطمن عليك. عموما الحمد لله على السلامة. يعني ايه؟ يعني انا مضطرة اسيبك دلوقتي. هايدي زمانها جاية وهي هتاخد بالها منك. سلوى، اذا خرجتي هتقضي عليا. انت زعلت مني لاني كدبت عليك في شيء ملوش اهمية. ازاي عايزني اصدقك وانت كدبت عليا في اهم حاجة ليها علاقة بمستقبلنا وحياتنا سوا؟ انا ما كدبتش عليكي. انا كنت في صراع مع عواطفي لما انت ظهرتي في حياتي. حسيت ان ما بقاليش اي اهتمام في الدنيا بحد غيرك، وقررت فعلا اني اقول لك كل حاجه بصراحه. وفي الميعاد الاخراني اللي اتفقنا عليه سوا كنت فعلا هقول لك، بس ما قدرتش اجي. العيا سبقني. ما تضايقش نفسك، يمكن ربنا عمل ده كله عشان ترجع لحياتك اللي رسمتها من سنين مش من شهرين. انا خلاص عواطفي اتشرخت. انا حاسه اني محتاجه حنان امي ورأي ابويا وحضن بلدي. مش ممكن احس فيه لحظه واحده اني ضايعه زي دلوقتي. انا لازم اسافر يا دكتور. احنا مسافرين خلاص يا دكتور، راجعين بلدنا. مستحيل يا فتحي، انا لازم اشوف سلوى، لازم اكلمها. المسألة ما عادتش تستحمل كلام. طيب العربية جابتها ولا لا؟ طبعا لا، والفلوس اللي دفعتها راحت عليها هي كمان. يعني تعب الشهور وغسيل الصحون ولم القرش على القرش كله راح حضر. يبقى لازم تستنى لغاية لما تحقق هدفها يا اخي. هدفها دلوقتي بقى حاجة واحدة بس، انها ترجع مصر. والحمد لله ادي احنا قدرنا نقطع تذكرتين على المركب ونفوتك بعافية يوم الحد الجاي يا دكتور يا بتاع هايدي. طيب انا لازم اشوفها، هي فين يا فتحي؟ ارجوك ساعدني. يابا روح لحالك، يابا احنا شطبنا خلاص في 60,000 سلامة. الليموند، البريماتش، البورس، الفجارو بتاع بكرة. العربية عندك، العربية بتاعتك جبتها لك، كان فاضل عليها قسطين هايفين دفعتهم وشحنتها معاكي على نفس المركب. سبتلك اوراق الملكية مع القبطان، روحي اسألي عليها دلوقتي. ازاي تعمل كده؟ ده كان فاضل مبلغ كبير. يا ستي يبقى عليكي، لما تيجي السنة الجاية تبقي تدفعهولي. انت اتجنن يا شريف. الله يخرب بيتك يا دكتور. فتحي
اهم هناك وكريم معاهم. اللي هناك دول؟ ايوه. دول صغنطتين قوي والله، جوز عصافير. فتحي. اهلا يا عمي. اهلا 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 يا حبيبي. اهلا اهلا يا طنط. اهلا، وحشني قوي يا رجاله. انا فتحي جادي كريم، زميل سلوى بباريس. انا اللي كنت واخد بالي منها دايما، كنت حارسها الامين وصاينها المصون. انا اللي وقفت جنبها في كل لحظه وفي كل دقيقه. انا اللي اصريت ان اجي معاها مصر عشان نطمن على وصولها ليكم بالسلامه. بس هي فين يا ابني؟ هي رجاله. بابا. بنتي حبيبتي. وحشتني قوي قوي يا بابا. كريم وحشتني قوي يا سلوى. ماما. اهلا يا ضنايا. وحشتني قوي. شريف. شريف، انا مش قادره اصدق عينيا. انت جيت ازاي؟ حبي ليكي هو اللي جابني، هو اللي خلاني ادوس على كل ذكرياتي المره اللي خلتني اسيب بلدي. يا نهار اسود، ايه ده؟ انتوا تعرفوه ده يا ابني؟ ايوه. يطلع مين؟ ركب الطياره وسبقنا. اسمه ايه يعني؟ العفريت ابو 7 ارواح.